مساء الفل عليكم. ده شيطان بدون مبالغه، بس احساس جميل جدا. هاكنه قدام بس بعد اذنك كده. احساس جميل جدا ان انت تركب الشيطان ده وتسيطر عليه وتروده، وانت اللي بتديله الاوردرات، مش هو اللي بيوسوس لك. هو بيوسوس لك ان انت تجري برضه. مرعب. H2 موديل 19 ده مجدي صح؟ 2019 انا اسف 2019. هنتكلم في موتوسيكل ستوك 200 حصان 998 سي سي، وزنه حوالي 247 كيلو صح يا استاذ مجدي؟ 247 كيلو. طبعا هو ستوك سوبر تشارج. سوبر تشارج في كويك شيفتر. الموديلات دي كويك شيفتر فوق وتحت. ده طبعا متعدل بالكامل واحده واحده كده. اول حاجه سيستم كامل تيتانيوم فان ديمون. بعدين هتبص بقى الالوان بتاعته، الازرق في الاصفر في الفضي. طبعا الستوك الشاسيه بتاعه بيبقى الاخضر. احنا عندنا موديلات بتنزل بالاخضر وموديلات بتنزل باللي هو الجراي. راكب له جنوط روتو بوكس فول كربون فايبر. الجنوط دي عشان تتعمل انت بتطلبها اوردر سبيشال، وممكن تاخد لها 3 شهور مثلا لحد توصل لك، وتكلفتها غاليه. يعني الجنوط دي ممكن تخش في 3500 لحد 4000 دولار. هو الموديل ده بينزل بالتوب بتاعه كربون فايبر والجزء ده كربون فايبر. دول راكبين، الجزئين دول راكبين. الموتوسيكل طبعا متوطي، متركب له استراب. الكامات بتاعت الموتور متغيره بكامات H2R. ترمبه البنزين افتر ماركت. كل دي حاجات بتعلي اداء الموتوسيكل، مع ان هو مش محتاج الصراحه، بس يعني رشاشات الانجكتورز برضو متغيرين. متون طبعا ومتفلش. موتوسيكل جبار يعني. ما هو بصوا ده الموتوسيكل برضو ايه، اعتقد الريس الوحيد في العالم اللي لا يوجد ليه كرسي ورا. يعني انت في موتوسيكلات بتنزل مفيش كرسي، بس تقدر تجيب لها كرسي وتركب لها والفوت بيجز اللي هي بتسند عليها، لكن الاتش 2 ده الوحيد اللي مفيش مكان لبني ادم ورا يركب معاك. بص الموتوسيكل مفهوش اوبشنات كتير. تعال بس اوريك العداد كده من الاول. الموديل القديم العداد ما كانش فيه الشاشه الديجيتال دي، فالقرايه اللي بتظهر هنا كيلومترات في الشاشه الجديده ما بتقراش اكتر من 299. القديم كان فيه كده ومش ديجيتال برضو، ارقام بس مش ديجيتال. فده اللي كان بيقرا فوق ال 300 هيقرا معاك 340 60 بقى ايه انت وقدرتك وتعديلاتك في الموتوسيكل عشان توصل لها. فهو الاوبشنات اللي فيه ABS تراكشن كنترول. في تكنولوجيا طبعا موجوده، ولكن هو الموتوسيكل يا جماعه مرعب الصراحه. يعني ده الموتوسيكل الوحيد اللي الواحد فعلا بيركبه بيبقى خايف ونبضات قلبه دن 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 دن. واحد بقاله كتير ما ركبش موتوسيكلات. الله طيب سمعكوا صوته، سمعكوا صوته. بص الفانوس، النور شغال معاك بيلعب كده ولا ايه؟ لا لازم ادور. مميت. تخفيف الوزن بيفرق في السرعه اللي بتقدر تجيبها، والوقت اللي بتجيب فيه السرعه اللي انت هتجيبها دي. يعني لو هتجيب مثلا من 0 ل 100 كيلو، وزن الموتوسيكل يفرق معاك كتير خلافا عن التعديلات. فالجنط الكربون ده بيقلل وزنه. اي حاجه كربون فايبر بنشيلها من الفبر نفسه ونركب كربون بدلها برضو بتقلل وزنه. الاشارات اللي ورا متشاله. طيب احنا بنتكلم سنجل سوينج ارم طبعا، ممكن لفه كده حوالين السوينج ارم. وفي ناس طبعا بتطول
السوينج ارم ده في واحد بقى بينزل بيبقى نفس لون الشاسيه كده، بطويل بس برضه عامل له بتاع 4000 دولار و 3600 دولار. وفي السوينج ارم الايفل العادي اللي هو بيبقى من ناحيتين، بس هو حلاوه الاتش 2 ان هو سنجل سوينج ارم من ناحيه واحده. اعتقد الموتوسيكل ده لو طلع على داينو ممكن يجيب مثلا مش عارف 270 ل 280 حصان، ورقم مرعب الصراحه. برضو مفيش اي عربيه عدت عليا في مصر ولا حتى على النت يعني بره قدرت تطلع من الكوازاكي نينجا الاتش 2. بكام؟ وقفته عايق عايق قوي، عايق وليه رهبه كده وهيبه، يتعب عشانه رهبه وهيبه وفخامه. انا جبت في حياتي اول اتش 2 جبته مش فاكر كان 2000 وكام، بعد كده بعته. فجبت اتش 2 تاني وبعد كده بعته. بعد كده قعدت فتره طويله من الزمن ما لا امتلك اتش 2، وكانت مأثره على الحاله النفسيه. هو زي الادمان كده يعني، انت لو مدمن شيء، لو مدمن قهوه وما شربتش القهوه الصبح في ميعادها في حاجه غلط. وما رجعت اشتريت تالت اتش 2 كانت سعاده غمرت الواحد بصراحه، وحاليا بعته برضه ومعيش اتش 2. ده راكب له طبعا انتر كولر، ازاي نسيت، راكب له انتر كولر. الانتر كولر ده بيساعد على تبريد درجه حراره الموتوسيكل والبوست بتاع السوبر تشارج. مع التعديلات اللي موجوده دي كلها لازم الانتر كولر ده يركب عشان درجه الحراره بتاعت الموتوسيكل ما تزيدش والموتور ايه يروح. بكام يا مجدي؟ النص. هتشيل النص. احنا ماشيين على نفس العرض برضه. طيب بصوا يا جماعه، الاتش 2 هات حسب الموديل وحسب الحاله وحسب العداد وحسب التعديلات اللي موجوده. انا بس سمعتكم الجنود. الشكمان ده يخش له في 3000 دولار وشويه، الانتر كولر ده 3000 دولار وشويه، وهكذا بقى، بخلاف بقى ترمبة بنزين مش عارف في حاجات كتير. فاحنا بنتكلم مش هنلاقي اتش 2 اقل من مثلا 1,750,000. ده لو بنبدا في 2015 ده بدايه الانتاج بتاعه. فاللي قدامنا ده المفروض ان هو قريب من الاتش 2 ار اللي احنا ما شفناش اداؤه حتى الان، 3,300,000. يعني انت يا عم مجدي لابس في 1,650,000. انا قلت قد مستقبل صح كده؟ 1,650,000. يعني هم تقسطهم على قد ايه؟ المهم معروض في معرض 90 الشمالي اسفل كوبري النائب العام. نورتونا ويمر عليكم والى اللقاء. Dare to dominate.